شمال معتمد يا جمال، يمين شمال معتمد يا جمال، يمين شمال معتمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الزمالك بيفوز على سموحة بنتيجة 1-0 عن طريق ناصر منسي، عن طريق ناصر الأسطورة، عن طريق ناصر المنقذ، ناصر منسي الهداف، ناصر منسي الفينيشر، ناصر منسي اللي بيعرف ينزل يخلص لك ماتشات. ايوه يا عم الحاج، احنا كسبنا سموحة، بس في حاجات كتيرة قوي انت مش واخد بالك منها. احنا كسبنا سموحة اللي هي اقوى خط دفاع في الدوري. احنا كسبنا سموحة اللي هي كسبانة بيراميدز الماتش اللي فات بنتيجة 2-1. احنا كسبنا سموحة اللي مريحة عننا بقالها 7 ايام. بصراحة الواحد في قمة سعادته، مش بس عشان النتيجة ومش بس عشان التلاتة بونت، لا عشان كمان الاداء. معتمد جمال يا جماعة معانا رجع لنا شخصية الزمالك اللي احنا كنا بنفتقدها من بداية الموسم ده. اللي هي ايه شخصية الزمالك دي؟ اللي هي ايا كان اسم الفريق اللي بلعب قدامه، وايا كان ترتيبه، وايا كان نقاط قوته، انا هنزل استحوذ على اللعب، انا اللي هتحكم في رتم اللعب، انا اللي هفرض شخصيتي واسلوبي في الملعب، مش حضرتك. طب انا بقى دلوقتي جبت هدف، هل ارجع الدفاع بتاعي واقفل المساحات؟ قال لك لا، احنا برضو هنستحوذ على الكوره واحنا اللي هنتحكم في رتم اللعب. والله عايز اجيب التاني، عايز اعمل عمليه تدوير للكوره عشان احافظ على اللياقه البدنيه للاعيبه بتاعتي، براحتي، برضو انا اللي بحدد مش حضرتك. الكابتن معتمد جمال اللي بيراعي ربنا في اكل عيشه بيبدا في حراسه المرمى بالمهدي سليمان، قدامه السيد اسامه ومحمود حمد الونش وحسام عبد المجيد، وينج باك يمين محمد ابراهيم، ووينج باك شمال احمد ايشو، قدامهم 2 في نص الملعب محمد السيد ومحمد شحاته، وينج يمين خوان بتزيرة، وينج شمال المطرطش شيكو بنزا، تحت مهاجم صريح سيف الجزيري. طبعا انا لما شفت التشكيله دي اتصدمت صدمه عمري. انت عايز تعمل روتيشن وعايز تعمل حاجات جميله جدا، ما عنديش اي مانع، بس مين السيد اسامه ده اللي هيلعب ديفندر وانت عندك 3 ديفندرات بره؟ انت عندك احمد ربيع ويوسف وائل وكمان محمد اسماعيل، فليه تلعب لاعب ناشئ اول مره يلعبها معاك؟ ولكن بتفاجئ في المباراه وكابتن معتمد جمال بيرد عليا وبيقول لي ان انا غيرت الطريقه بالكامل، ده انا هلعب ب3 ديفندرات قدامهم 4 في نص الملعب، شحاته السيد وكمان وينج باك يمين محمد ابراهيم واحمد ايشو وينج باك شمال، قدامهم الثلاثي الهجومي بتاعنا. الطريقه دي ما كملتش للشوط الثاني، هو بس لعب بيها الشوط الاول، ولكن كان ناقصنا شويه حاجات فيها بصراحه. يعني اول حاجه ان يبقى فيه مهاجم يقدر يستغل الفرص وبيتحرك بشكل كويس، سيف الجزيري خارج نطاق الخدمه بالكامل، كمان شيكو بنزا مش هو الوينج اللي هيقدر يخش كاسترايكر. تمام كده؟ طيب اما بقى بالنسبه لنص الملعب فبرضه كنا محتاجين لاعب بنفس بروفايل ادم كايد، وقلت لك امبارح الكلام ده، سواء احمد حمدي او كمان عبد الله السعيد. ولكن برضه من ضمن الحاجات اللي هي فاجئتني ان انا ما لقيتش على الدكه احمد حمدي، ما لقيتش احمد شريف، ما لقيتش محمود بنتايج، في لاعيبه كتيره جدا غايبه، انا ما اعرفش سبب غيابها بصراحه. يعني ده غير بقى الصدمه الكبيره بالنسبه لي، ادم كايد هيغيب لمده 3 اسابيع، دي يعني حاجه بصراحه ربنا يكون في عون معتمد جمال عليها. اما بقى معتمد جمال في الشوط الثاني فرجع نفس الطريقه اللي احنا متعودين عليها من بدايه الموسم، وهي 4-2-3-1، ولكن عمل بقى اللي انا كلمتك فيه برضه امبارح في التشكيله المتوقعه، وقلت لك ايه المشكله لما نلعب بعدي الدباغ وناصر منسي وخوان بتزيرة، وبالفعل هو ده اللي حصل النهارده. عدي الدباغ موجود ناحيه اليمين، خوان بتزيرة هو اللي نقل ناحيه الشمال، واحيانا كان بيضم لعمق الملعب كصانع لعب، وده بالظبط اللي شفناه في كره الهدف بتاعت ناصر منسي. خوان بتزيرة يضم لعمق الملعب، يسقط ما بين المدافعين، يستلم هو ما بين المدافعين، هو اللي يوزع اللعب. وبمناسبة كلامنا كده على كرة الهدف بتاعت ناصر الأسطورة، تعالى نتكلم شوية عن الهدف ده. بص، 60% من الهدف ده هو تحرك خوان بتزيرة. عايزك تركز كده واحدة واحدة ايه اللي حصل من خوان بتزيرة ده. الكرة بتبدأ من مهدي سليمان لمحمد اسماعيل، محمد اسماعيل بيطلع بيها. عايزك بقى تبص هنا على خوان بتزيرة هيعمل ايه. هيروح مع المدافع وفجأة يخطف المدافع، دي بنسميها يخطف المدافع، ينزل هو يستلم، المدافع خلاص هو بيتفسح بقى، راح يتفسح هو. خوان بتزيرة استلم، طلع على طول ناصر منسي. وعايز اقول لك عزيز الزملكاوي ان خوان بتزيرة دايما لما بيلعب في المركز ده بيبقى قراراته خاطئه تماما، او ممكن نقول عليها سوء تقدير منه. كمان برضو على فكره في الشوط الاول خوان بتزيرة لعب في نفس المركز ده، بس شيكو بنزا وسيف الجزيري ما كانش مساعدينه ان هو يظهر بشكل كويس، او ما كانوش بيتحركوا له بمعنى اصح. وده على فكره توظيف جيد جدا من معتمد جمال لخوان بتزيرة، بدل ما هو موجود على الخط واول ما بيستلم الكوره المدافعين يتلموا عليه ويضربوه، لا انت تستلم في نص الملعب او في عمق الملعب وتوزع لي انت لعب. وبرضه عايز اقول لك على حاجه تانية،
خوان بتزيرة لو هيستمر في المركز ده، واعتقد ان الافضل انه يستمر في المركز ده خصوصا بعد غياب ادم كايد، خوان بتزيرة لازم معتمد جمال يقعد معاه ويتكلم معاه كده في شويه امور فنيه او كذا حاجه تخص المركز ده، وخصوصا يعني سرعه القرار بتاعته. طب عزيزي الزملكاوي، انت عملت لايك للفيديو ولا مستنيني اقول لك؟ اصل انا ساعات بنسى والله. كمان يا جماعه الاشتراك، يعني نشتركوا في القناه، مش معقول يبقى مثلا في 5000 بيتفرجوا على الفيديو، في 2000 ونص منهم او يمكن 3000 مش مشتركين في القناه. طب ليه مش مشتركين يا جماعه؟ بعد اذن حضرتك لو انت اول مره تشوفني او بتشوفني على طول ومش مشترك، اشترك في القناه. باذن الله عايزين نوصل 20000 مشترك ان شاء الله، يعني في اقرب وقت. مكاسب كبيرة النهاردة لمعتمد جمال، أولهم بصراحة إنه تعامل بذكاء شديد جدا مع تدوير اللاعبين، عمل روتيشن زي ما بيقول الكتاب النهاردة، ريح لاعيبة كتيرة زي مثلا ناصر منسي، عدي الدباغ، كمان محمد إبراهيم، وده اللي كلمتك فيه برضو إن اللعيبة دي بتشارك بصفة أساسية ومش بتريح تقريبا من أيام كاس الرابطة. كان نفسي إنه يريح كمان النهاردة الونش، ولكن ما علينا. كويس جدا ان معتمد جمال بيفكر على المدى البعيد، لان انا مازال عندي ماتشات مهمه جدا. انا عندي ماتش اللي جاي ده حياه او موت زي ما قلت لك، ماتش مصيري في بطوله مهمه انا مرشح فيها. حضرتك بقى حاطط لي 6 ماتشات في شهر وعايز نلعب كل يومين ماتش؟ طب العب. اقول لك على حاجه العب. لا ما تعملهاش، العب وهكسب. زي ما اتكلمنا عن تحرك خوان بتزيرة في الهدف وانه كان سبب رئيسي في الهدف ده، كمان الفينش بتاع ناصر منسي يا جماعه، فينش لاعب كبير قوي. ناصر منسي برغم ان هو وزنه زايد وبرغم انه احيانا بيهمل في نفسه، ولكنه ما زال مهاجم محطه ومهاجم كلاسيكي زي ما بيقول الكتاب. الهدف ده من صعوبته انا متوقعتش ابدا ان ناصر منسي هيجيبها جون، يعني انا متوقعتش ان هي هتيجي جون، لان كان في 3 مدافعين، فان الكره تعدي منهم وتروح بالدقه دي في الزاويه دي، فلا، اللي شاطها لاعب كبير. كمان تعدي من حارس هو واحد من احسن الحراس في الدوري المصري السنه دي، وكلمتك فيه برضه وقلت لك انه عامل ماتشات كويسه جدا وهو احمد ميهوب. فبصراحة من الواضح كده ان ناصر منسي مش بيجيب جوان ومش بيعمل كل ده بسبب ان هو طيب او ابن حلال او امه بتدعيله والكلام ده كله، لا، ناصر منسي عنده امكانيات، ده بكل امانة يعني. كمان عزيز زملكاوي الجميل، من المكاسب الفنية المهمة جدا 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 النهاردة هي الحالة الفنية للعيبة. زي ما قلت لك انت داخل على ماتش مصيري كمان يومين 3، فلازم اللعيبه تبقى داخله وهي كسبانه الماتش، مرتاحه نفسيا، عندها ثقه في نفسها. لا قدر الله لو كان حصل النهارده نتيجه سلبيه، ده كان هيأثر بالسلب على اللعيبه. طيب عزيز الزملكاوي الجميل، تعالى بقى نخش على تقييم اللاعبين. في حراسه المرمى عندنا المهدي سليمان، برغم انه عمل ماتش كويس جدا النهارده، ولكني ما زلت مش بطمن وهو واقف عندنا بصراحه، يعني بحس ان هو في اي وقت ممكن يغلط. ممكن اديله 7 من 10 النهارده. واما بقى بالنسبه للاثنين الرجاله اللي عندي في السرد باكات، حسام عبد المجيد 7 من 10، زيرو اخطاء النهارده بسم الله ما شاء الله. كمان محمود حمدي الونش ممكن اديله 7 من 10 هو كمان، او 8 كمان من 10 بسبب الارهاق اللي عنده، ولكنه قائد في ارض الملعب يا جماعه. الونش فعلا قائد، وغير بقى ان هو قائد، ولكن الونش اداؤه ثابت بقاله فتره كبيره جدا بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه من الاصابات. محمد ابراهيم في الشوط الاول عمل ماتش كويس جدا، ممكن اديله 6 من 10. كمان ايشو عمل ماتش النهارده كويس، قدر يقفل دفاعاته، يعني ممكن نقول ان ايشو احسن من الخضري في الحته الدفاعيه دي، فممكن ادي ايشو النهارده 6 برده من 10. اما محمد السيد فكان عنده سنه بطء كده، ممكن اديله 5 من 10. محمد شحاته بسم الله ما شاء الله لاعب راجل، ودي تكفي، يعني كلمه راجل دي تكفي على محمد شحاته، ممكن اديله 8 من 10. احنا نسينا على فكره السيد اسامه في السيرد باك، وكمان اللاعب ده في الشوط الثاني راح للباك اليمين، وفي المركزين ادى فيهم كويس جدا، ممكن برضه هو كمان اديله 7 من 10. اما بقى خوان بتزيرة النهارده فكان اداؤه متوسط ولكنه احسن بكتير من الفترات اللي فاتت، ممكن اديله 6 من 10. شيكو بنزا لا، ده ممكن اديله حاجه تانية خالص. اما بقى بالنسبه لسيف الجزيري فنفس الموضوع. واما بقى بالنسبه للتغييرات في الشوط الثاني فممكن ادي محمد اسماعيل 5 من 10، كذلك الامر مع عدي الدباغ 5 من 10. اما ناصر الاسطوره فده رجل المباراه، اديله 9 من 10. كوره واحده بس خلصت لي الماتش ب3 بونت مهمين جدا. هي دي ميزه اللاعب المهاجم اللي بيعرف يخلص ماتشات، دي ميزه اللاعب اللي بيعرف يجيب جوان. مباراه النهارده في غايه الاهميه، الحمد لله الحمد لله على ال3 بونت، كانوا مهمين جدا، ولو لا قدر الله كانت حصلت اي نتيجه سلبيه الموضوع كان هيبقى صعب جدا، خصوصا في مباراه كايزر تشيفز اللي ان شاء الله نعمل فيها اداء ونتيجه ونصعد من دور المجموعات.
لعبتنا النهارده يا جماعه لعبه رجاله، عندنا مدير فني ذكر بيعرف يتعامل مع الماتشات ومع الضغط ومع الماتشات الكتيره جدا اللي موجوده عنده في شهر فبراير ده. اللهم لك الحمد والشكر، يا رب دايما الزمالك بيكسب، يا رب دايما الزمالك بيفرحنا. كان معاكم هادي هشام، مع السلامه.